بص يا جماعة، في موضوع كبير جدا بيطبخ دلوقتي على المستوى الدولي، واللي مركزه مش أي مكان، ده في مدينة مغربية، مدينة الدخلة. المغرب النهاردة مش بس لاعب إقليمي، ده بقى مرشح قوي إنه يبقى مركز القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، اللي هي أفريكام. واللي فاهم في السياسة الدولية يعرف إن الخطوة دي مش مجرد قاعدة عسكرية جديدة وخلاص، لأ، دي رسالة، دي إعادة رسم للخريطة الاستراتيجية في القارة كلها. الأمريكان من سنين وهم قاعدين في ألمانيا حاطين قيادة أفريقيا جنب قيادة أوروبا، بس بقى واضح إن الوضع ده مش نافعهم ولا مناسب طبيعة التحديات اللي بتواجههم في القارة السمراء. أفريقيا دلوقتي بقت ساحة مفتوحة بين الكبار، روسيا، الصين وأمريكا، وكل واحد عايز يبسط نفوذه ويأمن مصالحه. وهنا بقى المغرب دخل اللعبة من أوسع أبوابها. ليه الدخلة؟ وليه المغرب تحديداً؟ أولاً الموقع، الدخلة على المحيط الأطلنطي، قريبة من أوروبا ومفتاح طبيعي لعمق أفريقيا. يعني لو في أي أزمة في الساحل، في الصحراء، أو حتى أبعد جوه القارة، الأمريكان يقدروا يتحركوا بسرعة من هناك. ده غير أن الموقع ده يديهم سيطرة على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ودي حاجة مش قليلة. الموضوع مش بس جغرافيا، لكن سياسة كمان. المغرب أثبت خلال السنين اللي فاتت إنه شريك موثوق، عنده استقرار سياسي، عنده مؤسسات عارفة هي بتعمل إيه، وعنده علاقات متينة مع واشنطن من زمان. مش مجرد كلام، ده في مناورات الأسد الأفريقي اللي بتتعمل كل سنة، واللي تعتبر أكبر مناورة عسكرية في القارة. يعني الأمريكان مش جايين يغامروا، لأ، هم جايين يشتغلوا مع بلد هم عارفين إنه ثابت. وهنا لازم نقول كلمة: الجزائر. النظام الجزائري طول الوقت بيحاول يعرقل أي خطوة للمغرب، وبيفضل يشتغل بالمنطق بتاع أنا ضد المغرب وخلاص. لكن الحقيقة إن واشنطن مش هتجازف وتروح تحط أهم قاعدة عسكرية ليها في إفريقيا في بلد مليانة اضطرامات سياسية واقتصادية زي الجزائر. ده غير إن علاقتها بالغرب دايما مش مستقرة، فبالنسبة للأمريكان المغرب هو الخيار الطبيعي. الفكرة الأعمق هنا إن أمريكا عايزة تخرج من العبء الأوروبي وتبقى قريبة أكتر من بؤر التوتر. وإيه أهم من الساحل والصحراء؟ مناطق بقت متروسة جماعات إرهابية، حركات مسلحة وتهريب سلاح، والمغرب من زمان واخد الموضوع ده بجدية وعنده خبرة في مكافحة الإرهاب في المنطقة، فطبيعي يبقى هو الحليف اللي أمريكا تراهن عليه. ولازم نفكر كمان في الجانب الاقتصادي. القاعدة دي مش بس هتجيب آلاف الجنود الأمريكان، دول هيصرفوا، عائلاتهم هتيجي، فرص شغل هتتخلق بشكل مباشر وغير مباشر. الدخلة نفسها هتتغير تماما، من مدينة استراتيجية على المحيط لمدينة عالمية فيها استثمارات، أمن ونفوذ سياسي، وده كله لصالح المغرب. طبعا أمريكا ليها حساباتها، عايزة تقلل من النفوذ الروسي اللي داخل بقوة في أفريقيا، والوجود الصيني اللي عامل مشاريع يمين وشمال. لكن اللي يهمنا هنا كمغاربة أو كمهتمين بالشأن المغربي إن الرباط عارفة إزاي تلعب صح. المغرب مش داخل عشان يبقى مجرد تابع لأمريكا، لأ، هو بيستغل الفرصة دي عشان يعزز مكانته ويأمن مصالحه هو كمان. وده باين من سياسة تنويع الشركاء اللي المغرب ماشي بيها. يعني في نفس الوقت اللي بيتعاون فيه مع واشنطن عسكرياً، بيحافظ على علاقاته مع الصين وروسيا في مجالات تانية. فالمغرب مش بيقطع مع حد، لكنه بيقول بوضوح: أنا عندي سيادة، وأنا اللي أقرر مين يدخل عندي ومين لأ. ودي رسالة قوية للعالم كله. أما من الناحية الجيوسياسية، مجرد التفكير إن أفريكوم تنتقل للدخلة ده في حد ذاته ضربة موجعة للخصوم، لأنه بيعني ببساطة إن المغرب بقى الحامي الحقيقي للجناح الجنوبي لأوروبا. الاتحاد الأوروبي هيشوف المغرب مش بس كشريك اقتصادي أو تجاري، لكن كحائط صد أمني. وأي قوة إقليمية تانية وعلى رأسها الجزائر هتفهم إن مفيش مقارنة. النقطة التانية إن ده هيخلي المغرب في موقع قوة داخل الاتحاد الأفريقي كمان، لأن أمريكا لو اختارت الدخلة يبقى اعتراف غير مباشر بدور المغرب القيادي في القارة. وساعتها كل محاولات الجزائر إنها تعزل المغرب أو تعرقله جوه الاتحاد الأفريقي هتبقى ملهاش قيمة. الجميل في الموضوع إن كل ده مش جاي من فراغ.
المغرب بقاله سنين بيشتغل على بناء تحالفات، على استقرار سياسي، على إصلاحات داخلية، وعلى تقويض مؤسساته الأمنية، فالطبيعي إن النتيجة تبان دلوقتي. اللي لازم نفهمه هنا إن وجود أفريكوم في الدخلة مش بس قضية عسكرية، لأ، ده مشروع هيغير موازين القوة في أفريقيا كلها، وإحنا لازم نبص على الصورة الكبيرة. أول حاجة سرعة الاستجابة. دلوقتي القيادة في ألمانيا، يعني أي عملية عسكرية في أفريقيا محتاجة ترتيبات طويلة، طيارات تمشي آلاف الكيلومترات، لوجستيات معقدة، لكن لما يبقوا في الدخلة العملية تبقى أسرع وأكتر فعالية. قرار يتاخد في واشنطن يتنفذ في أقل وقت من غير بيروقراطية ولا تعطيل، ودي نقطة الأمريكان شايفين إنها أساسية. تاني حاجة الردع. وجود آلاف الجنود الأمريكان في الجنوب المغربي معناه إن أي قوة إقليمية أو دولية عايزة تلعب في المنطقة هتفكر 1000 مرة. روسيا أو الصين أو حتى الجماعات المسلحة في الساحل هيبقوا عارفين إن عين واشنطن مفتحة وقريبة جدا منهم. ده غير إن الرباط نفسها هتستفيد من الربع ده. أي طرف كان بيفكر يهدد أمن المغرب أو مصالحه هيلاقي نفسه قدام قوة أمريكية متواجدة على الأرض. تالت حاجة المكسب الاقتصادي. أي قاعدة عسكرية بالحجم ده معناها استثمارات ضخمة، شركات هتيجي تشتغل، فرص عمل بالهبل، وتطوير للبنية التحتية. الدخلة ممكن تتحول لمركز اقتصادي وسياحي عالمي. اللي يشوف النهاردة حجم الاستثمارات في الصحراء المغربية يعرف إن ده جزء من رؤية شاملة، والقاعدة العسكرية هتزودها قوة فوق قوة. لكن الأهم من ده كله هو المكسب السياسي. المغرب طول عمره بيعرف يوازن في السياسة الخارجية، مش تابع لحد ومش بيقطع مع حد. لما يستضيف أفريكوم ده مش معناه إنه هيبقى مجرد أداة في يد أمريكا، لأ، ده معناه إن المغرب بقى هو المكان اللي القوة الكبرى نفسها بتسعى تتعامل معاه، ودي نقلة نوعية. الجزائر في المقابل هتتجنن، لأن الخطوة دي معناها إن المغرب كسب نقطة استراتيجية ضخمة جداً. النظام الجزائري اللي طول الوقت بيحاول يبان كأنه قوة إقليمية مؤثرة هيلاقي نفسه متهمش، وده طبيعي لأن العالم كله شايف إن الجزائر مش مستقرة، اقتصادها بيعاني ونظامها السياسي متكلس، فمحدش عايز يحط استثمارات أو قواعد هناك. في نفس الوقت ده هيدي للمغرب أوراق أقوى في ملفاته الإقليمية. ملف الصحراء المغربية نفسه هيتعزز. وجود قيادة عسكرية أمريكية في الدخلة هيمثل اعتراف غير مباشر إن الأرض دي جزء من السيادة المغربية ومحدش يقدر يشكك فيها. وده أكبر رد على كل اللي بيحاولوا يروجوا الأفكار قديمة عفى عليها الزمن. المغرب كمان مش هيستنى الأمريكان بس، هو هيكمل سياسة تنويع الشركاء، علاقات مع أوروبا، مع الخليج، مع أفريقيا نفسها. يعني المغرب بيثبت إنه بلد مش مفعول به، لأ، ده بلد فاعل، عارف يحدد أولوياته وبيفرض نفسه على الساحة. الرسالة الأهم هنا إن المغرب بيبني لنفسه صورة الدولة القائدة في أفريقيا، ودي صورة محتاجة مجهود سنين طويلة، لكن الأحداث الأخيرة بتأكد إن الشغل ده ما راحش على الفاضي. لما واشنطن تختار المغرب وتفضله على دول تانية، ده معناه إن المغرب أثبت نفسه كبلد مستقر، قوي وشريك موثوق. كمان لازم ياخد بالنا من حاجة، الاتحاد الأوروبي نفسه هيبص للموضوع باهتمام، لأن وجود أفريكوم في المغرب معناه حماية للجناح الجنوبي لأوروبا من الإرهاب والهجرة الغير شرعية. يعني المغرب مش بس بيخدم نفسه وأمريكا، لا، ده بيخدم أوروبا كمان، وده هيدي الرباط أوراق ضغط جديدة في أي مفاوضات سياسية أو اقتصادية جاية. أما على المستوى الداخلي فالمغاربة نفسهم هيشوفوا نتيجة ملموسة، مش بس في الدخلة لكن في الاقتصاد الوطني كله. الاستثمارات هتزيد، العلاقات هتقوى، والبلد هيبقى عنده حضور أكبر على الساحة الدولية. كل ده في النهاية بيأكد إن المغرب ماشي في الطريق الصح. الخاتمة بقى، لازم نفهم إن اختيار الدخلة كمقر محتمل لأفريكوم مش مجرد صدفة، ده تتويج لسنين طويلة من العمل السياسي والعسكري والدبلوماسي اللي المغرب عمله. واللي مش فاهم لسه لازم يعرف إن ده مش آخر إنجاز. المغرب دلوقتي في موقع قوة، والمستقبل قدامه مليان فرص أكبر. المغرب مش بس بلد عنده تاريخ وحضارة، لأ، ده بلد بقى عنده استراتيجية واضحة وبيعرف يطبقها. والمشهد اللي بيتشكل قدامنا النهاردة هو دليل قاطع إن اللي بيراهنوا على المغرب عمرهم ما يخسروا.
واللي بيحاولوا يحاربوه أو يوقفوا طريقه مصيرهم إنهم يتفرجوا من بعيد، عاجزين زي ما حصل دلوقتي مع النظام الجزائري.